لو انت بقى من هواة المطبخ والحلويات وبتحبي كل شوية تعملي حاجة حلوة لولادك ولبيتك كده وتبهري ضيوفك، يبقى الفيديو ده علشانك. ديسباسيتو كيك طعمه واو بجد حكاية. كل اللي هيجربه من تحت ايديكي هيدمنه. في كسرولة او في حلة على النار هنحط كوباية الا ربع من السكر، 3 معالق كبار كاكاو ومعلقتين كبار نشا، 3 معالق ونص دقيق، و3 كوبايات لبن بارد. هنقلب نقلب نقلب على البارد قبل ما ارفعه على النار، وهفضل استمر في التقليب لحد ما ارجع خلاص كله يعني دف في بعضه. هشغل النار. اول ما يبدا يتقل كده في القوام شويه، تحسوا ان بدا يعني يظهر فقاقيع كده على الجنب كده، وبدا يتقل شويه زي عارفين يعني قوام المهلبيه الخفيفه. هنزل بقى بظرفين من الفانيليا، وبعد كده هاطفي يعني خلاص بكبك كده بكبكتين صغننين، هاطفي عليه النار واحط بقى معلقه من الزبده، معلقه سمنه بلدي، الاتنين دول بيدوا يعني تيست عالي جدا، وبيبرزوا النكهه وبيلمعوها لمعه زي ما انتم شايفين كده. في بول على جنب كده بنزل بكل البودنج الحلو بتاعنا، واغطيها بكيس ستريتش او اي كيس عادي، المهم يكون ملامس لسطح البودنج عشان ما يعملش قشره. هبدا بقى في الكيك بتاعنا. احط 3 بيضات عليهم ظرفين فانيليا وكوبايه كامله من السكر العادي، وهخفق لمده 3 دقايق. بعد كده هنزل بكوباية ربع من اللبن البارد ونص كوباية زيت. هي دي المكونات الجافة بتاعتنا. خفقة 2 3 كده تمام. هبدأ بقى أفصل العجان بتاعنا وأنزل بالمكونات الجافة بتاعتنا. عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، أنا نخلهم مرة قبل الفيديو ودي تاني مرة. هنزل كمان بمعلقتين كبار من الكاكاو وظرف بيكنج باودر كامل. زي ما انتوا شايفين كده نخلته لازم ندخله عشان بيبقى فيه تكتلات. خفقة 2 3 دقيق كده يدوب في المكونات السائلة، وهو ده الكيك بتاعنا، لا أكتر ولا أقل. باجهّز بقى الصينية بتاعتي، طبعًا أنا مشغّلة الفرن من قبل ما أبدأ في أي مكونات أساسًا، عشان الفرن يسخن كده ويبقى يعني درجة حرارته تستقبل الكيك ترتفع معانا على طول. صينيتي مقاس 25 في 25، دهنتها مسحة من السمنة أو الزيت أو الزبدة أي حاجة تمام. بانزل بقى كل الكيك في الصينية، وأهزّها كده وأرُجّها عشان أي فخاخ أخدت معايا بالضبط تسوية حوالي ربع ساعة، تِلت ساعة، مش أكتر من نُص ساعة يا جماعة. باقلبها على الضهر بتاعها عشان يعني تبقى الكيكة متساوية عندي. البودنج بتاعنا كان في الفريزر طلعته، هاحط مكون هيرفع تيست البودنج ده ويخليه طعمه حاجة كده فوق الخيال. هتشوفوا معايا المكون ده وهقول لكم على البديل بتاعه. هو مش بديل ولا حاجة يعني. بصوا ظرف الكريم شانتيه الخام دوت ده بسكر، لو عندك خام حطي، لو عندك السايب ممكن تحطي. يعني لو ظرف الكريم شانتيه ده متاح عندك تمام، مش عندك السايب، حطي 3 أو 4 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام. خفقة 2 3 بمضرب الكهربا وبس كده. هو ده اللي انا محتاجاه في البودنج بتاعنا. بصوا هيكسر الدنيا طعم الجاتوه يا جماعه. لا بجد طعمه واو، جربوه هتنبهروا صدقوني على ضمانتي. انا ولادي ادمنوه. في اي تجمع، في اي عزومه، حابه اعمل اي حاجه يعني ضيافه، بجد وهم بنزل بكل كميه البودنج بتاعنا على الكيك بتاعنا. حابه تسقي كيك، على فكره نسيت اقول حاجه زي كده، ممكن تنزلي مثلا بنص كوبايه لبن بارد، ممكن تحطي محلول تسقيه عباره عن كوبايه ميه، او نص كوبايه ميه عليها معلقه ونص سكر وتقلبيها وتحطيها. بس الكيك كان بجد جوسي قوي وطري، مش محتاج يعني اي شوكولاته. عندي بشرتها كده بالشكل دوت، انا يعني بشرت واحده وكسرت واحده عشان التزيين ده يعني. يعني حاجه ترجع لنا على قد امكانياتنا وقد الموجود نعمل، ما نكلفش نفسنا عادي يعني. لو الحاجه موجوده تمام، مش موجوده على قد امكانياتنا. بقطع كده بشوف في ده كام قطعه، ما شاء الله رمت معايا عدد كبير جدا يعني. طعمها حلو. وعلى فكرة لازم تسيبيها شوية في التلاجة، يعني قيمة ساعة ساعتين، بس أنا باقول لكم أنتم تعملوا كده. أنا بالنسبة لي أنا وولادي ما عملناش الخطوة دي، على طول قطعتها وقدمتها لهم بالهنا والشفا. حلا تحفة وسريع، ما بياخدش وقت، منجز ومبهر في نفس الوقت. هتجربوه ومتأكدة إن هيعجبكم. اكتبي لي في الكومنتس بعد ما تشوفيه تقولي إن أنا جربته وإزاي كان طعمه حلو، وإزاي يعني هتجربي يعني كل مرة وهتنبهري بطعمه انتي وولادك او اي ضيوف عندك، مش هيسيبوكي لما ياخدوا المكونات بتاعة الكيك الحلوة دي. لايك كده كتير وشير كتير. وعايزة اقول لكم ان شاء الله الفترة اللي جاية هنعمل شوية فيديوهات تحفة حلو وحياتك. هسيب لكم بقى تتفرجوا على الجمال والشياكة اللي انتوا شايفينها دي، وهستنى تجربتكم الحلوة في الكومنتس تكتبوا لي ان انتوا جربتوها. لايك كتير وشير كتير، وكنت معاكم علا تهامي.